السلام عليكم ورحمة الله. نحن اليوم في مدينة الريحانية التركية في 11 من ديسمبر لعام 2018 لتعبئة وتحميل فحم التدفئة للتوزيع على أسر الأيتام إن شاء الله تعالى بإذن الله. جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله في المتبرعين وبارك الله في المتطوعين، وجزى الله كل من ساهم في هذا العمل خيرا وجعله في صحائف أعمالهم إن شاء الله. 12 من ديسمبر لعام 2018 قمنا بشراء السخانات الكهربائية للتوزيع على أسر الأيتام إن شاء الله بإذن الله تعالى، والآن سننطلق لتركيبها إن شاء الله تعالى. جزا الله خيرا المتبرعين وبارك الله بهم. وصلنا إلى هذه الأسرة ولديها 4 من الأيتام، عبد السلام وأمامة. اسمك إيه؟ عائشة. والنعمة عائشة. والأختك الصغيرة شو اسمها؟ نور. اختها نور كمان بالروضة حاليا، هي غير موجودة. فهذه الأسرة عندما دخلنا إلى منزلهم وجدنا لديهم حاجة كبيرة، والأيتام غير مكفولين. يعني نحن عندما دخلنا إلى البيوت الأخرى وجدنا أن هناك كفالة للأيتام، يعني يستلمون كفالة. هذه الأسرة لا تستلم كفالة من الأيتام، وهي بنفس الوقت ليس لديهم قريب من الأسرة، أخ أو أب، أو طبعا الأب متوفى منذ فترة، لا يوجد عم، لا يوجد خال موجود حاليا في يعني حتى يعينهم، فهم في أمس الحاجة إلى كفالة اليتيم. فإن كان بقدرتكم وجزاكم الله خيرا أن تكفلوا هؤلاء الأيتام وأن تؤمنوا لهم كفالة شهرية حتى يستطيعوا يعني أن يتغلبوا على صعاب الحياة يعني، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فبارك الله بكما وجزاكم الله خيرا.